هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أخواتي؟ إن شاء الله الجميع بألف خير يا رب. رمضان مبارك على الجميع، والله يتقبل صيامكم وطاعاتكم جميعا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخلينا نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش الفيديو. فيديو اليوم رح نعمل البرك بالجبنة. أول شي رح أعمل العجينة. بحتاج للعجينة 4 كاسات طحين ومعلقة سكر ومعلقة صغيرة من الملح، ورح انزل عليهم 1.5 كاسة من المي الدافية. وهلا بدي اعجن كتير منيح. هلا مثل ما لاحظتوا انا ما حطيت خميرة بهالعجينة. ليش ما حطيت خميرة؟ مشان من وقت نقلي البرك ما تفتح معنا بالزيت. وهلا رح اضيف عليهم 2 معلقة من السمنة لتنعيم العجينة. وهيك العجينة صارت عنا جاهزة. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيف قوامها طلع. وبغطيها وبتركها على جنب لحتى ترتاح لبين ما اعمل الحشوة. بالمقلاية على الغاز رح احط شوي من الزيت، فيكن تحطوا معهم معلقة زبدة. بنزل 2 معلقة طحين وبحركهم كتير منيح مع بعض. بدي اعمل الطحين هون تحميصة خفيفة. وبس اخد الطحين معنا هذا اللون رح نضيف عليه الجبنة. انا هون مستخدمة الجبنة الشلل لتعطينا المطة. هلا بقلبهم تقليبتين مع بعض. وهلا بدي اضيف القريشة. بدي اضيف نفس الكمية الجبنة اللي حطيناها، ورح اقلبهم كتير منيح مع بعض. وهيك الحشوة صارت عنا جاهزة. هلا رح طفي عليها النار ورح احطها بصحن لحتى تبرد وبعدها بنشتغل فيها. بالنسبة للحشوة فيكن تحشوا اللي بتحبوه. وهلا عجينتنا هيك صارت جاهزة. شوفوا لي هالقوام بسم الله ما شاء الله والطراوة، يعني بتشتغلي فيها بكل رياحة. وببلش بتشكيل العجينة. هلا رشة طحين على الطاولة ورح افرد العجينة بهذا الشكل. بدي اياها تكون رقيقة ورح اقطعها بأي شي موجود عندك فيك تقطعيها. بدي خليها رقيقة لحتى تعطينا القرشة تبع البرك. هلا رح احشيها وسكرها بهذا الشكل. ومنكمل الكمية كلياتها بهذا الشكل ورح نشوف المرحلة اللي بعدها. وهيك خلصنا كل الكمية. هلا عندي هون معلقة طحين رح اضيف عليها شوية مي وحركهم كتير منيح مع بعض. رح اعمل لهم دهنة خفيفة لحتى ارش عليهم حبة البركة وحبة السمسم. وفيكم ما تحطوها، يعني هاي اختياري بترجع لإلكم. وهلأ بالطنجرة على الغاز حطيت الزيت، وبعد ما سخن معنا الزيت كتير منيح رح ننزل البرك. شوفوا النتيجة كيف طلعت، ولا حبة معنا فتحت. بتمنى منكم أخواتي حبايب قلبي تجربوا هالعجينة وتعطوني رأيكم، وأنا متأكدة إنه رح تعتمدوا عليها لأن رح تاخدوا نتيجة روعة. ومن لذاذتها وطعمتها الطيبة رح تعملوها كل يوم. ورح أكمل قلي الكمية كلياتها ونشوف النتيجة مع بعض. وهيك البرك صارت جاهزة. شوفوا النتيجة ما شاء الله كيف طلعت. وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. وشكرا كتير لكم لمتابعتكم الحلوة وتعليقاتكم الأحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.